السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ انا احمد جويش ودي قناه برومو. اهلا بيكم في فيديو جديد. رمضان على الابواب، كل سنه وانتم طيبين. والنهارده معانا قائمه مسلسلات رمضان لعام 2023، فتابعوا معايا الفيديو. ما تنسونيش بالدعم وتعملوا لايك وشير واشتراك في القناه. ويلا بينا نبدا. واول مسلسل معانا وهو سوق الكانتو. في بعض مسلسلات رمضان كده كانت ناجحه السنه دي انها تكون مثيره للجدل بمجرد ما بس الصوره الرسميه بتاعتها ظهرت. منهم مسلسل سوق الكانتو ده بسبب التشابه الكبير بينه وبين مسلسل بيكي بلايندرز. حتى سوق الكانتو المفروض ان الفتره الزمنيه اللي بتدور في احداثها المسلسل هتبقى سنه 1920. ده تقريبا نفس الفترة الزمنية اللي كان فيها بيكي بلايندرز برضه. فهل هنلاقي فيه تشابه بينهم في الأحداث ولا لا؟ ده اللي هنعرفه لما نشوف المسلسل اللي بعد كده هو سر الباتع. سر الباتع هيبقى مسلسل من بطولة أحمد فهمي، أحمد السعداني، وحنان مطاوع. ولكن مش ده المهم إن هو مستوحى من قصة للكاتب الكبير يوسف إدريس. ولكن مش ده برضه المهم بقى إن هو من إخراج المخرج خالد يوسف. في رمضان في رمضان في رمضان خالد يوسف في اولى تجاربه الاخراجيه لمسلسل، وفي اولى تجاربه الاخراجيه بعد انتوا فاهمين بقى رمضان، فمش هينفع اقول يعني. بيجي معانا بعد كده مسلسل العمدة للنجم محمد رمضان. محمد رمضان بعد ما عمل مشوار طويل جدا السنة اللي فاتت وما استفدناش منه بأي حاجة، قرر ان هو هيجي المرة دي بمسلسل العمدة. فالعمدة ده المفروض ان هو بيبقى الكبير في البلد يعني، فمش عارفين ازاي هيخش لنا بالقصة بان هو شاب فقير ويبقى غني. بعد كده ممكن يكون بيغير جلده المرة دي وهو هيبدأ بان هو عمدة. بيجي بعد كده مسلسل ضرب نار من بطولة احمد العوضي وحرمه الفنانة ياسمين عبد العزيز. عملوا مسلسل كان حلو السنة اللي فاتت والناس حبته، ونتمنى ان هم يقدموا حاجة كويسة برضو السنة دي. بيجي بعد كده معانا مسلسل عملة نادرة اللي هيبقى من بطولة الفنانة نيلي كريم، وهيشهد عودة الفنان احمد عيد. نيلي كريم من الناس اللي بتعرف تختار ادوارها حلوة جدا. يمكن السنة اللي فاتت ما كانتش عن النجاح المدوي اللي كان عليه في السنين اللي فاتت، ولكن اعتقد ان هي هترجع المرة دي بعمل قوي زي ده. وبيجي بعد كده معانا مسلسل الأجهر من بطولة عمرو سعد. عمرو سعد بعد ما ربنا كرمه وعمل فورمة وهو قرر ان هو خلاص مش هيلبس قميص ويزرره مرة تانية، قميصه هيفضل دايما مفتوح. بيجي معانا بعد كده مسلسل جميلة للنجمة ريهام حجاج. ريهام حجاج اللي تألقت في دور البطولة وقدمت لنا عملين كانت هي البطلة بتاعتهم، كانوا حلوين جدا لدرجة ان انا مش فاكر اساميهم ايه اصلا. مسلسلنا اللي بعد كده هو ألف حمد لله على السلامة اللي من بطولة النجمة يسرا، وهيكون معاها شيماء سيف ومحمد ثروت. بيجي معانا بعد كده النجم حمادة هلال بمسلسل المداح الجزء الثالث أسطورة العشق. بعد نجاح الجزء الأول والثاني والناس حبوا حمادة هلال في دور صابر المداح، قرر ان هو يكمل السلسلة بالجزء الثالث. بيجي معانا بعد كده بقى حبيب الملايين، المسلسل اللي صعب تلاقي ان حد بيكرهه واللي الناس كلها حبت رجوعه السنة اللي فاتت، وهو مسلسل الكبير اللي هيكون موجود معانا بالموسم السابع. بيجي معانا بعد كده النجم مصطفى شعبان اللي بيعود لأدوار الشبحنة مرة أخرى من خلال مسلسل بابا المجال. وبعد كده بيجي معانا مسلسل الإمام الشافعي من بطولة النجم خالد النبوي، وده هيكون مكون من 15 حلقة. وعلى غرار ال 15 حلقة فهيكون معانا مسلسل علاقات مشروعة من بطولة النجم ياسر جلال، وبرضه هيكون مكون من 15 حلقة. وأيضا معانا مسلسل مذكرات زوج اللي هيكون مكون من 15 حلقة. مذكرات زوج من بطولة النجم طارق لطفي، واحد من الناس اللي بتشتغل على نفسها بشكل حلو جدا واللي بيعملوا لنا أدوار جميلة جدا كل رمضان، من الناس اللي أنا شخصيا بستناهم في رمضان وأحب أتفرج على المسلسلات بتاعتهم. اما بعد كده بتيجي معانا النجمة روجينا اللي تألقت في مسلسل البرنس، وده فتح لها الادوار لان هي تبقى في الادوار البطولية. قدم لنا المرة دي مسلسل ستهم هيتكلم عن بعض القصص الحقيقية اللي موجودة في الواقع بتاعنا والقصص البطولية لسيدات من المجتمع المصري. بعد كده بيجي معانا مسلسل تحت الوصاية من بطولة النجمة منى زكي، هيكون مكون من 15 حلقة، وده واحد برضو من المسلسلات اللي اول ما الناس شافت الصورة بتاعتها حصل انتقادات وكده، ورجع قال يا جماعه خلاص ما تنتقدوش من مجرد صوره وكده. فهنشوف لما المسلسل يتعرض هل الناس فعلا كان ليهم حق في النقد اللي هم عملوه ولا لا. اما بعد كده بيجي الموسم الثاني من واحد من اكتر المسلسلات اللي انا بحبها، وهو مسلسل رمضان كريم. رمضان كريم هو مسلسل كده للناس اللي فيه ناس زي يعني زينا كده عاديين، اللي هم ناس فيهم الحلو وفيهم الوحش، ناس بتغلط وناس بتعمل حاجات كويسه وناس بتعمل حاجات وحشه. مجتمع عادي جدا، غير بقى المسلسلات اللي الواحد قاعد يتفرج عليها دلوقتي، اللي هو الراجل بيخون مراته والست بتسرق جوزها والحما بتعمل مش عارف ايه في مرات ابنها، حاجات اللي هو ايه يا جدعان خلاص احنا كلنا اشرار كده مفيش ناس عدله.
بعد كده بيجي معانا مسلسل الصفارة اللي هيكون من بطولة النجم أحمد أمين. ومسلسلنا اللي بعد كده هو مسلسل جاد سليمة اللي هيكون من بطولة النجمة دنيا سمير غانم. وبيجي معانا بعد كده مسلسل الكتيبة 101 اللي هيكون من بطولة الفنان آسر ياسين والفنان عمرو يوسف. والمسلسل ده بيقال ان هو هيكون مكون من 20 حلقة، واللي هيستكمل ال10 حلقات الباقيين هيكون مسلسل للنجم يوسف الشريف، ولكن انا ما لقيتش اي معلومات عنه. بنروح بقى لاخر مسلسل موجود معانا في قائمتنا، وهو مسلسل الحاج اكسلانس اللي هيشهد عودة النجم محمد سعد مرة تانية بعد غياب طويل جدا. وبكده بتكون انتهت قائمتنا لمسلسلات رمضان. طبعا دي مش كل المسلسلات اللي نازلة، ولكن دي يعني اهم الحاجات اللي هتكون موجودة. وسريعا كده بقى انا عايز ادردش معاكم شوية في 3 نقط. اولا، رمضان شهر كريم، رمضان فرصة للانسان ان هو يعيد حساباته مرة تانية، يصلح علاقته بربنا، يعمل ريستارت الكامل حياته. فعايزين تتفرجوا على المسلسلات اتفرجوا، ولكن خلوا العبادات رقم 1 عندكم. تاني نقطة بقى، ودايما كان يعني الواحد بيشوف قائمة المسلسلات اللي نازلة كان بيبقى فيه عمل او 2 شادين الواحد وبيقول ده دول شكلهم قويين ويعني انا بفكر اتابعه. دي حاجة مش موجودة خالص السنة دي، ومفيش أي مسلسل شدني في القائمة دي كلها. أما تالت نقطة بقى والأخيرة، فهي حاجة يعني شخصية عني أنا. رمضان اللي فات أنا كنت حاطط بقى خطة للقناة دي وإزاي هكبرها واستفيد بقى من رمضان ده والمشتركين يزيدوا وكل الكلام ده، والحمد لله فشلت تماما وما وصلتش لأي حاجة. فاما عن رمضان ده فانا مفيش في دماغي اي خطط ليه، مش عارف انا هعمل ايه، مش عارف اصلا هكون موجود بقى وبتفرج على المسلسلات وبنزل فيديوهات عنها والكلام ده كله ولا لا. فمش عارف يعني، هنشوف مع بعضينا بقى لما يجي رمضان كده ان شاء الله، شوف الوضع ساعتها هيكون عامل ازاي. بس كده اعزائي المشاهدين يكون خلص فيديو النهارده. ما تنسوش لو عجبكم تدعموني بلايك وشير لي، واللي حابب يشوفني في فيديوهات تانية اتاكد انه مشترك في القناه ومفعل الجرس عشان كل جديد يوصله. واشوفكم تاني في فيديوهات جايه كتير ان شاء الله. سلام عليكم.